السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قوة الأفكار والمشاعر إما ترفعك للسما أو تغرقك في الأرض. واش عمرك وقفتي مع راسك وسولتي شكون اللي كيمشي حياتي، أنا ولا أفكاري؟ حيت الحقيقة القاسية هي أن بزاف ديال الناس عايشين، ولكن ماشي هما اللي كيمشيو حياتهم، أفكارهم هي اللي كتمشيهم، ومشاعرهم هي اللي كتحكم فيهم. الفكرة اللي كتجيك في خاطرك ماشي بريئة، راه عندها تأثير، كتقدر تبنيك وكتقدر تهدمك بلا ما تحس. كتفيق في الصباح كتمر واحد الفكرة صغيرة: أنا ماشي كافي، حياتي ما فيها حتى معنى، الناس أحسن مني، كتخليها تكبر وتكبر حتى كتولي حقيقة في حياتك. ولكن واش فعلا هذيك هي الحقيقة، ولا غير فكرة قبلتيها بلا ما تناقشها؟ المشكل ماشي في الأفكار السلبية، حيت أي واحد كيدوز منها. ملي كتصدقها المشكل وكتبني هو عليها ملي حياتك. كتصدقها وكتبني عليها حياتك. خاصك تعرف بأن عقلك بحال الأرض وأفكارك بحال الزرع. إلا زرعتي الخوف غادي تحصد التردد، وإلا زرعتي الشك غادي تعيش في التعب. ولكن إلا زرعتي الثقة حتى إلا طحتي غادي تنوض. المشاعر راه ماشي ضعف، ولكن إلا خليتيها تمشيك غادي تضيع. كتحس بالحزن عادي، كتحس بالخوف طبيعي، ولكن الخطير هو تبقى غارق فيهم حتى يوليو هما الواقع ديالك. الناس اللي تبدلات حياتهم ما تبدلاتش الظروف ديالهم في الأول، تبدلات الطريقة اللي كيشوفوا بها راسهم والحياة. واحد كيشوف الفشل هو نهايته، وواحد كيشوفه درس، وواحد كيهرب من الألم، وواحد كيتعلم منه. وهذه هي النقطة اللي خاصك تفهم. الأفكار ديالك كتصنع المشاعر، والمشاعر كتصنع القرارات، والقرارات كتصنع حياتك. يعني باختصار، إلا بغيتي تبدل حياتك خاصك تبدل الطريقة اللي كتفكر بها. ماشي سهل، ولكن ممكن. بدا غير بحاجة وحدة: راقب أفكارك، ما تصدقش أي حاجة كتجيك في بالك. سول راسك: واش هاد الفكرة غادي تعاونني ولا غادي تحبسني؟ واخا تكون الدنيا كلها ضدك، ديما عندك اختيار: تبقى ضحية أفكارك أو تولي انت السيد ديالها. وفي النهاية راه ماشي الحياة هي اللي قاصحة، ولكن مرات الأفكار ديالنا هي اللي كتخليها تقسى. حاول تبدل صوتك الداخلي، حيث هو أول صوت كيسمعك العالم. وعمرك ما تنسى، إلا قدرتي تتحكم في فكرك راه قدرتي تتحكم في حياتك.